السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في سلسلة المشروع من البيت، في سلسلة الحظاظات. بإذن الله أنا هعمل معاكم حظاظات كتير خالص، كل مرة هعمل حظاظة بشكل تاني عن الأولاني. هعمل حظاظات، يعني مثلا هعمل فكرة الحظاظة دي، الحظاظة اللي هي بالخيط ده. هي فكرتها سهلة وبسيطة، اللي هي بتضيق وبتوسع دي اهي. فكرتها جميلة جدا، وفي منها اشكال تانية. يعني انا هعمل معاكم كل مرة شكل، وفي اهي الشكل ده، وفي الشكل ده. بحتاج في الموضوع ده الخيط اللي هو الخيط الحظاظة في كل الالوان، اللي هو الخيط الرفيع ده، وفي خيط تخين شوية. انا هشتغل بالرفيع ده دلوقتي. لو عندي اي خيط بديل لده، اي خيط وعايز اعمل بيه عادي يمشي معايا، بس اهم حاجة تكون ايه الخيط، الفتلة ناشفة شوية علشان اعرف اشتغل بيها. الطرية بتبقى تعذب شوية. هبتدي كده. هحتاج زي ما قلت لكم اي ورقة كرتون دي، ممكن جلدة كراسة، واتنيها كده، ومعايا مشابك من دي كده. بمسك بيها الخيط بتاعي، وممكن اي مشابك معايا، اي حاجة. ده القلب اللي هحطه في النص. معايا ولاعة طبعا والمقص، ومعايا هنا ده خيط ملون وده خيط اسود. انا هشتغل لكم النهارده بالملون. معايا 4 حتت خيط، مقاسهم نفس المقاس. دول 30 سنتي، يعني 35 يعني على اساس ان انا ايه، تبقى معايا. يعني لو انا لسه ببتدي وعايزه اطولها شويه عشان اعرف اشتغل ماشي، هي دي 30 سنتي. 30 سنتي هاخد منها واحدة كده، احطها هنا في الحلقة بتاعة القلب بتاعي، لان القلب ليه حلقتين، من هنا ومن هنا ومن هنا كده. هحط فيه خرزاية، معايا خرزاية صغيرة. هسيح بقى الطرف ده كده علشان ادخل الخرزاية بتاعتي. ممكن ازقها بدبوس ادخلها لو هي صعبة شوية. انا عملت حطيت اللي هنا دي، وحطيت الخرزة وربطتها، وهنا برضو دخلت الخرزة اهو. وبعمل عقدة كده في نهاية الخيط، بحيث ان الخرزة ما تطلعش، ويبقى دي العقدة اللي هي هقفل بيها بعدين. اهي الخرزة وصلت لعندها ووقفت اهي. ممكن احط خرزة اكبر من كده او اي لون. اهي خلاص كده. ببتدي بقى ان انا اعملها هنا على بظبط المسافة كده. انا بعمل طبعا الطول، ال- الطول اطول من اللي انا عايزاه بشوية اهو. ممكن اطول عن كده كمان. هو الطول ده كويس، ما انا بقول ان انتم ممكن تطولوا اطول من كده 5 سنتي، على اساس ان اللي عايز مقاس الايد. خلاص كده عملتها اهي، حطيتها في النص كده بمشبك بقى، وهمسك الطرف ده كده، والطرف التاني هعدل الخيط على بعضه كده برضه، واعمله هنا كده. انا عايزه الخيط بتاعي مشدود كده على الورقه اهو، بمسكه باي حاجه بقى. آه خلاص كده هجيب ال- الاتنين دول الخيطين. اول واحده اهي. دلوقتي مسكت اول طرف اهو، ببتدي من هنا كده، من هنا، وادخل الخيط بتاعي كده من تحت، واتني دي كده. يا رب تكون واضحة. اتني دي كده من فوق، واجيب الطرف الاولاني ده كده، وادخله من تحت من هنا. ارفع دي كده اهي، ادخله من تحت دي، واطلعها من قلب دي اهي، واسحبها كده اهي.
واحاول وانا بسحب اخلي الطرفين طول بعض اهي. اسحب كده كده. انا كنت تانية الجنب ده كده، هاتني الجنب التاني العكس بقى اهو. مرة هعمل يمين ومرة هعمل شمال، يعني ايه كل مرة عكس التاني. ادخل الخيط ده برضو من تحت دي كده واطلعه من النص هنا اهو، واسحبه كده اهو، واشد جامد. الطرف الشمال بقى اهو. انا هعمل على قد ما الخيط بتاعي ده يكفي، لو عايزة اطول من كده اعمل، يعني ممكن اعمل خيط اطول من كده عشان اعمل مسافة كبيرة. انا هعمل على قد المسافة دي ما تعمل اهي، يمين وشمال اهي. الطرف بتاعي اهو والطرف ده اهو. هحاول برضو اقرب لكم الكاميرا اهو. الطرف ده هعمله كده واجيب الطرف الشمال اهو، ادخله من تحت من هنا كده واطلعه من النص اهو اهو. او ماسكه الطرفين اهو، عامله كده. اجيب الطرف الشمال اعمله كده اهو، والطرف اليمين هدخله تاني من هنا اهو، من تحتها اهو، اطلعه من النص اهو. وهفضل كده على طول، يمين في شمال ويمين في شمال كده على طول لغايه ما اخلص الجنب ده كله. خلاص انا وصلت لغايه هنا كده. انا على فكره اللي لقيت الخيط قصير، طولت الخيط خليته حوالي 40 أو 50 سنتي. بخليه 50 سنتي عشان اعملها حزازة طويلة. اللي اتبقى ده بقوم قصاه كده، يعني بخليه قصير عشان هسيحه بالولاعة دلوقتي اهو. ابتدي اسيح بالولاعة كده واقوم لازقاه في بعض هنا كده في اللي هي بتاعتي دي اهي. يعني خلاص كده اهي. ببتدي الجنب التاني بقى الف كده الخيط زي ما قلت لك اهو. عملته حوالي 50 سنتي لان 30 سنتي لقيته قصير. هيعمل معايا مسافة بسيطة، يعمل معايا حزازة صغيرة. فايه اهو. بدخل كده تاني اهو، بدخل كده خلاص. بس خلاص كده نشوفها كده مظبوطة. اقرب الكاميرا شوية يا رب تكون مظبوطة كده. دخلت الخيط من تحت كده، بتني ده كده اي طرف يمين او شمال. بدخل دي من هنا تاني كده نفس الناحية التانية بالظبط. بدخلها من تحت كده، من تحت الخيط ده، طلعها في نص ده كده واشد كده اسحب. وانا بسحب بقى اول واحدة لازم بظبط كده الاول الطول يكونوا طول بعض، واقربها كده واقوم ايه شدة جامد بقى. عملت الجنب ده المرة اللي فاتت، هعمل اتني الجنب ده المرة دي واقوم ماسكة الطرف بتاعي كده. ممكن ارفع ده بضفر كده لو حابة كده، يعني ايه عشان اعمل بسرعة. اسحب كده اهو واسحب. اعمل واحدة كده واحدة كده، مرة يمين ومرة شمال اهو، واطلعها من النص واسحب وافضل كده اهو، يمين شمال كده. ان شاء الله المشروع ده جميل جدا لو عملناه من قلب البيت وعملنا باشكال تانية كتير. هعمل لكم ان شاء الله باشكال تانية، ممكن نعمل بخرز، ممكن نعمل بحاجة تانية. هتبقى حلوة قوي وسهلة وبسيطة. يعني ايه، ممكن اي حد يعملها، اطفال يعملوها، كبار يعملوها. هتبقى سهلة وبسيطة معانا بإذن الله. شايفين هي مبتاخدش وقت اهي. يعني انا بعمل معاكم اهو بسرعة اهي، مش وفي ثانية اهي. يعني تقريبا انا قربت اخلص نصها اهي، متاخدش وقت خالص اهي. هخلصها معاكم، هخلصها وارجع لكم بقى ونعمل القفل. وصلت هنا للنهاية برضه اهو. الطرفين اهم هجيبهم على بعض كده، اسيح بالولاعة، الزقهم في بعض والزقهم في ايه في اللي تحتها اللي هي التانية دي. الزقها كويس عشان ما تفكش اهي. خلاص كده اهي بقت الحظاظة بتاعتي بقت من كل ناحية اهي.
خلاص كده انا خلصت. عايزه اعمل بقى ايه القفل بتاعها. هجيب واحده اهي دي، طولها حوالي 30 سنتي. اي برضو مقاس اعملها بقى بالعرض كده اهي. اعمل دي كده واعمل دي كده اهي. ممكن امسكهم بالقفل بتاعي كده لو حابة من هنا، ممكن ممسكهاش عادي، ومن هنا برضه اهي. خلاص كده ببتدي بقى ادخل دي من تحت الخيط كله اهو اهو، نفس فكرة التانية بالظبط اهي. بدخلها كده، بتني بقى دي كده، بعدي دي من تحت، من تحتهم كلهم كده، واطلعها من النص من هنا واسحب برضو، واحاول وانا بسحب اخليهم طول بعض اهي. بشد جامد، واحدة يمين واحدة شمال برضو كالعادة اهي. يعني عملت دي الناحية دي، اعمل دي الناحية التانية، ادخلها برضو من تحتهم كلهم اهو. ممكن ارفعهم بايدي كده، او اتني الكرتونة جوه شوية اهي، واسحب كده تاني اهي. اعمل برضه اهي دي اللي عليها الدور، واحدة يمين واحدة شمال، وادخلها من تحت الخيط كله، واطلعها من قلب الوسطانية دي كده اهي اهي، واشد جامد واعمل دي كده اهي. ممكن القفل اكتفي بالحتة دي بس، وممكن اعمل قفل طويل لو انا حابة اهو. انا هعمل القفل لغاية اما دي تخلص، يعني هعمله برضو طويل شوية. يعني في ناس بتحب تعمل القفل طويل خالص، في ناس بتحب تعمل القفل صغير مجرد لفتين اتنين بس كده اهو. بعمل اهي واحدة يمين واحدة شمال لغاية اما اخلص الخيط بتاعي، او اقفل على كده خلاص. لو كده بقوم اقطع الخيط ولازقه خلاص. خلاص كده انا وصلت للنهاية. يعني انا ممكن اعمل الحتة دي كمان، بس ممكن اقطعها وخلاص. خلاص كده بجيب الطرفين اهم برضو اسيحها. هتسيحها والزقها في التانيين اهو، في المشابك بقى. هشدها شوية هي افتحها، بس هي سهل اهي. هلزقهم كويس. خلاص كده اهي. هشد بقى الطرف ده وده اهي، شايفين كده اهي. بشدها للنهاية كده، وبشدها كده اهي. لازمة الخرزة والعقدة الأخيرة، لو مفيش خرزة بعمل العقدة وخلاص اهي. بشد اهو، شد كده وشد كده. القفل ده في النص اهو، بعمل قفل في النص اهو. خلاص كده شايفين ده شكلها اهو اهي. بشد الحبل كده، اضيقها زي ما انا عايز اهي اهي. بشد كده. خلاص كده اهو شكلها النهائي اهي اهي، من هنا ومن هنا اهي. خلاص كده اهي.
يا رب الفكرة تكون بسيطة وتعجبكم، وإن شاء الله هعمل معاكم أشكال كتير من دي. وسلام.